ليش كتير من الأيام كتير من دعواتنا لا تستجاب بسرعة؟ وليش في كتير دروب وطرقات منمشي فيها ومنلاقيها مسكرة بوشنا؟ ليش كتير بواب بتتسكر بوشنا ومننصرف عن كتير طرقات حسبناها هي نجاة إلنا؟ ليش عم نتعب من الانتظار ومنركض كثير من دون ما نصل؟ يمكن الجواب بلطف الله اللي ما بينشاف بس بينحس. يا صديقي، الله ما بيأخر لعبد شيء عبث، هو بس عم يمهد له طريق بيشبه نقاوة قلبه، بيبعده عن دروب كتير مكسورة ومتعبة لأنه هي بالأساس مو له. يسكر له أبواب لأنه أرواحنا أنقى من أنه تنحبس وراها. يلي يبين لك تأخير ممكن يكون عين اللطف من الله عز وجل، واللي بتحسبه أنه حرمان هو بيكون بالحقيقة وقاية لك. قيل سابقا: دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، فبين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لا ترزع إذا ما فهمت ولا تبتئس إذا ما شفت الحقيقة فورا. في أمور كتير بتنكتب بالغيب، لو شفتها داب قلبك حب بالله وثقة فيه. بس انتظر بلطف واطمئن، الله لا بيغلط ولا بيهمل ولا بينسى أبدا عبده. اللي تأخر لسه ما اجى وقته، واللي تسكر بوشك بالأساس ما انخلق لك، ما انخلق إلك. والله ما خذل عبد ظن فيه خير. ودمتم